من اكتر الاسئله اللي بتجيلي على انستجرام هي ان انتي دخلتي معاكي بارتنر، والبارتنر دوت ايذر سرقك، طلع فيه مشكله، عايزين تسيبوا بعض، بيطردك من البيزنس وانتي مش عارفه تتصرفي. ففي الفيديو النهارده هتكلم معاكي ازاي اصلا تختاري البارتنر بتاعك، وهنتكلم في كل التفاصيل بتاعه الشراكه في عالم البيزنس. أنا اسمي سارة القاهري، وأنا بساعدك إن أنت تزودي المبيعات بتاعتك، وبساعدك إن أنت تبتدي البيزنس بتاعك من خلال السوشيال ميديا. هتلاقيني موجودة في كل حتة، انستجرام، تيك توك، فيسبوك، وكمان عندي بودكاست اسمها سارة القاهري بودكاست. قبل ما نبتدي تعالي نبص مع بعض أصلا يعني إيه شريك أو شريكة معاكي في البيزنس بتاعك. لما بتدخلي شريك أو شريكة معاكي في البيزنس بتاعك بيكون شخص يقدر داخل بشغل، فهي هتخش تعمل، هي تتكلم هي مع المصانع، تبقى هي ماسكة البارت بتاعت الأوبريشن، أو تكون هي مديرة، هي اللي بتدير البيزنس معاكي، او تكون هي اللي بتتكلم مع الكلاينتس مثلا، او هي بتعمل PR. فبيكون شخص داخل بشغلانه معينه وليه نسبه ربح من البيزنس بتاعك، او بيكون شخص داخل بفلوس. لما بيكون شخص داخل بفلوس بمبلغ معين، الشخص دوت بيبقى ليه حدود. يعني مثلا الشخص دوت مش هيتدخل في الطريقه اللي هيدير بيها البيزنس، ولا هيتدخل، ولو تدخل يبقى كده هو هيتحمل الخساره معانا، وهكذا. فاذا الشخص ده بيخش بفلوس، او الشخص دوت بيخش بشغل معين. تاني حاجه we want to go over هي ان انت لما تيجي تدخلي معاكي بارتنر في البيزنس بتاعك، البارتنر دوت لما هيخش هتبقي عايزه ان هو يكون بيكمل معاكي حاجه، انت ناقصه في حاجه، والشخص دوت المفروض ان هو اللي بيكمل الحاجه ديت عندك. هديكي اكزامبل، مثلا هيكون بارتنر حد ماسك الاوبريشن، شغل المصانع والتصنيع ومش عارف ايه، وشخص تاني هو اللي ماسك الماركتينج والسوشيال ميديا والاوردرز بتاعه الكاستمرز وهكذا. فهنا دوت شخص مش هيعرف يعمل الشغل بتاع الشخص التاني، ودوت شخص مش هيعرف يعمل الشغل بتاع الشخص التاني. فلما هيكون عندك بارتنرز كل حد معروف هو بيعمل ايه ومسؤول عن ايه، بتبقى الموضوع واضح. اوكي، انا محتاجه بارتنر عشان انا عندي نقص في الحته دي، فالبارتنر هياخدني وهيكملني. ده كده يبقى انت زي الفل. however لو انت حاسه ان انت عليكي ضغط شغل تقيل جدا، وحاسه ان انت تعبانه من كتر ضغط الشغل دوت، مش معناه ان انت تجيبي بارتنر، دوت معناه ان انت محتاجه تعيني موظفين. لو انت هتجيبي بارتنر علشان يصرف ماديا على البيزنس، البارتنر دوت مش هو اللي بياخد الارباح. بيجيلي مسجز كتيره جدا على انستجرام، بنات كتيره جدا بتدخل معاها بارتنر، مثلا بيكون باباها او بيكون حد هي تعرفه، ويخش مثلا يدفع مبلغ معين، وتبقى هي شقيانه وتعبانه وطالعه تجري وتعمل، واول ما يجي يربح يكون هو يروح هو واخد كل الربح. دوت مش بارتنرشيب، ومش هو دوت الشكل بتاع البارتنرشيب. لما بتكوني عايزه ان شخص يجي يدفع لك فلوس في البيزنس بتاعك، ده بيكون انفستر، مستثمر، مش شريك. الاستثمار دوت بيكون ليه انواع كتيره جدا، قولي لي في الكومنتس تحت لو عايزين انا اعمل لك فيديو عن الموضوع. بس باختصار وببساطه، الشخص اللي بيستثمر في البيزنس بتاعك بيكون ليه تقريبا 20% من نسبه الربح بتاعه البيزنس. لو انت بتديري البيزنس وبتشتغلي وبتعملي بلس انت كمان اونر ومعاكي شريك، انت بتاخدي مرتب كموظف بيعمل الشغل في الشركه، وكمان بتاخدي نسبه من الربح مع البيزنس لما ينجح. فمفيش حاجه اسمها ان انت تدخلي معاكي حد بمبلغ من الفلوس والشخص ده تيجي ياخد الربح كله ويمشي. طيب ازاي بقى تعملي شراكه في البيزنس بتاعك؟ احنا عايزين ان احنا لما هنيجي هنعمل شراكه في عالم البيزنس بتاعنا، بتحتاجي ان انت تبقي واخده بالك من حاجات معينه. اول حاجه، هل في علاقه شخصيه ما بينك وما بين الشخص اللي انتوا هتشتغلوا مع بعض؟ لو في علاقه شخصيه لازم تبقي انت عارفه الشخص دوت بيرسون. انا شخصيا شفت ناس عندها بيزنسز مع اجوازاتهم ومع اخواتهم ومفيش اي مشاكل، وشفت ناس تانية معاها بيزنسز مع اصحابهم واخواتهم، والموضوع اند اب ان هم قاطعين العيله دلوقتي خالص ومفيش اي علاقه. لما تيجي تخشي كبارتنر مع حد من عيلتك وحد فيه علاقه شخصيه ما بينك وما بينه، هتلاقي ان انت الموضوع بالنسبه لك فيه حساسيات. اكزامبل، مثلا في حد انا اعرفه شي انفستد في بزنس مع حد قريبها، وات اندد اب هابينج ان قريبها اخذ الفلوس وفتح البيزنس، وعمره بقالهم 5-6 سنين وما ادهاش اصلا بربع جنيه نسبه ربح، وهو بيقبض وبينبسط وبياخد هو برسنتج من الربح وعادي خالص. هي كانت بالنسبه لها هل انا هقطع علاقتي او هبوظ علاقتي الشخصيه مع الشخص ده، ولا اطنش خلاص على الفلوس اللي راحت وابتدي ان انا خلاص استعوض ربنا فيهم. شي تشوز ان هي تكيب العلاقه الشخصيه ما بينها وما بين الشخص ده، علشان هي ما كانتش عايزه تبوظ العلاقات. بيحصل كتير قوي ان انت لازم تبقي واخده بالك ان انت لو هتشتغلي مع حد من عيلتك كانفستر، او لو انت اختك هتفتحوا بزنس مع بعض، وات ايفر ات از، ان انتوا لازم تبقوا فاهمين ان انت لو انت عارفه ان الشخص دوت ممكن يحصل فيه حساسيات ما بينكم، بلاها خالص، مش لازم تخشوا مع بعض كبارتنرز. لو حصل ان انت مثلا البيزنس بتاعك كبر وعايزه ان انت تدي نسبه مثلا من الربح لوالدتك او والدك كميثود اوف ابريشيشن، اعملي كده من نفسك، بس مش لازم تدخليهم
تلاقيهم معاكي ويبقى الموضوع ان هو ماشيين بشكل فورمال، عشان لا قدر الله لو حصل مشاكل انت مش عايزه مشاكل مع اهلك. انا شخصيا هقولك انا بعمل ايه عندي انا في الشركه. اول ما فتحت الشركه انا كان عندي خط احمر ان انا مستحيل اشتغل مع عيله، مستحيل اشتغل مع عيله، مستحيل اعمل اي حاجه مع العيله. وبعد كده لما كبرت وابتديت ان انا افهم مين في عيلتي انا اوكي ان انا اشتغل معاه، ان انا مرتاحه ان انا اشتغل معاه، بشتغل معاه. حاجه كمان مش بدخل حد عندي في العيله بارتنر، انا بس بشتغل معاهم كفريلانسرز مثلا، عايزين بروجكت، عايزين حاجه وهكذا. with that being said انا برضو عارفه ان لو حصل اي مشكله لحد من عيلتي انا بدفع الفرق من جيبي علشان مش ببقى عايزه مشاكل. فلازم دي حاجه تبقي واخده بالك منها كويس جدا. حاجه تانية برضو اخدت بالي منها وبتحصل كتير جدا وبيجي لنا مسجز كتيره جدا 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 بيها، ان انت بتكوني داخله مع بارتنر والبارتنر دوت ما بيشتغلش قد ما انت بتشتغلي. وده هنا بيودينا بقى للبوينت بتاعت ازاي اصلا تظبطوا مع بعض البارتنرشيب وازاي تظبطوا مع بعض الشغل. لما هتيجي تختاري البارتنر بتاعك هتقعدوا مع بعض وهتقولي لنفسك انا التاسكس بتاعتي 1 و2 و3، انتي التاسكس بتاعتك 1 و2 و3. انا هقبض كذا مش من الربح، هتقبضي ليكي مرتب ثابت على الشغلانه بتاعت 1 و2 و3، وانت هتقبض كذا من على الشغلانه بتاعت 1 و2 و3. بلس لما البيزنس بتاعنا ينجح هنبتدي ان احنا هناخد برسنتج مثلا 30% 40% من البروفيت اللي داخل، من الربح اللي داخل دوت احنا هناخده في جيبنا، انت ليك 50% وانا ليا 50%. فتبقى احنا حاطين النقط على الحروف from day one، من اول يوم انا فاهمه انا عايزه اعمل ايه وهو مفروض عليه ايه يتعمل وهكذا. الحاجه الثانيه لازم تبقي برضو عاملاها ان كل حاجه لازم تكون معموله بعقود، ويكون انت عندك المحامي بتاعك وهو عنده المحامي بتاعه او هي عندها المحامي بتاعها، فانت تبقي انت مأمنه نفسك، عاملين عقد شراكه قوي يحميكي ويحمي الشركه، عشان لا قدر الله لو حصل اي حاجه الشركه ما تقعش وكل المجهود والوقت والفلوس اللي انت دفعتيها في البيزنس دوت ما يضيعش منك. لو انت عندك البيزنس بتاعك اوريدي established وقررتي ان انت مثلا عايزه تخشي سوق جديد في المانيا، فهتدخلي معاكي شريك في المانيا. انا نصيحتي ودي برضو حاجه اتعلمتها بالخبره، ان مهم جدا ان انت تبقي عامله زي probation period، بالذات لو انت اوريدي عندك بيزنس established وبتدخلي حد معاكي، بتبقي عامله فتره ان احنا هنجرب مع بعض الشراكه دي. الشراكه ديت احنا المفروض اكسبكت 1 2 و3 منك، وانت تتوقعي مني 1 2 و3. هل احنا هنشتغل مع بعض لمده 3 شهور، هنشتغل مع بعض لمده 6 شهور، وهنشوف هل احنا الفتره ديت مرتاحين مع بعض، مفيش مشاكل، الدنيا تمام ولا لا. لو الدنيا مشيت خير وبركه، لو الدنيا مشيتش انت مش عليكي اي مشكله، ودوت برضو بتتحط في العقد. حاجه تانية كمان هتبقي حطاها لما بتدخلي معاكي شريك وتكون اصلا البيزنس بتاعك established، هي الطريقه اللي ممكن الشخص دوت يطلع بيها من البيزنس. فور اكزامبل انت هتتكلمي مع الشخص دوت في الاول، انت دلوقتي هتخش معايا، هنعمل فتره اختبار 6 شهور ان احنا نشتغل مع بعض، وان انت تخش لي شريك معايا في البيزنس بتاعك، نسبه الربح بتاعتك هتكون كذا، نسبه المرتب بتاعك هيكون كذا في الفتره اللي هي 6 شهور دي. لو انا حسيت ان الشراكه ديت مش ماشيه مع بعض، ان انا هقول لك مثلا هديك شهر نوتس، او هديك مثلا سالري بتاعت شهر قدام وهقول لك السلام عليكم. وانت لو حسيت ان انت مش مبسوط في الشراكه ديت هتعمل معايا نفس الكلام وهتمشي من البيزنس، بس اوريجينلي البيزنس دوت مثلا هيكون بتاعك. وات ايفر ات از الديل اللي انت عايزه تعمليه ايه، بس لازم اجان تبقي حاطه تتكلمي. اتس ا فيري هارد كونفرسيشن انت تعمليها في الاول، بس مهم جدا انت تتكلموا في الاول على ازاي احنا هنخرج من البيزنس. واخيرا وليس اخرا، لما تيجي تاخدي القرار ان انت هتدخلي معاكي بارتنر في البيزنس بتاعك، عايزاكي ان انت تاخدي القرار دوت بالراحه جدا. ما تاخديهوش وانت حاسه ان انت تعبانه، ما تاخديهوش وانت حاسه ان انت مجهده، ودي وانت حاسه ان انت تقابلي شخص وتحسي الشخص دوت فادني اصلا اوريدي كتير وهيفيدني كتير في البيزنس بتاعي، فانا اوريدي عايزاه ان هو يكون معايا. قولي لي تحت في الكومنتس انت عندك بارتنر في البيزنس بتاعك ولا لا، وما تنسيش ان انا موجوده على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز. وحاجه كمان اخيره I wanted to remind you of ان انا ان شاء الله هاخد بريك من السيشنز الشهر الجاي، هيبقى كله اجازه، فلو عايزه تحجزي اي سيشن الشهر دوت هو الليميت بتاعي، مش هقدر ناخد سيشنز بعد كده for a while يعني، فاحجزيها الشهر دوت. و I will see you ان شاء الله في الفيديو الجاي.